السلام عليكم. اهلا بكم اخواتي وحبايبي في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. النهارده ان شاء الله هنستكمل موضوع الاصول الثابته اللي احنا كنا قلنا ونوهنا عليه في الحلقه السابقه، وان شاء الله هنستكمل الجزئيه الخاصه بشرح الاصول الثابته في القانون الضرائب 91 لسنه 2005. والنهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض، بس مهم جدا ان انتوا تكونوا مركزين معايا في كل خطوه بنعملها في شرح الجزئيه دي، لانها جزئيه مهمه جدا وانت بتعمل الاقرار الضريبي بتاعك في نهايه السنه واللي بتعمل فيه الاهلاك الاصول الثابته. بس في البدايه ما تنسوناش من اللايك والشير وسبسكرايب لو دي اول مره ليكم على القناه، عشان نفيد الجميع ان شاء الله والكل يستفاد باذن الله. وخلينا ننوه في الاول ان في جزئيه كتير منا ان احنا بيعملها بشكل غلط في الاقرار الضريبي بتاعه في اهلاك الاصول الثابته. مهم جدا ان انت تعرفها وهتلاقيها في اخر الفيديو ان شاء الله. في البدايه محتاجين نعرف جزئيتين مهمين جدا معانا قبل ما نبدا في شرح الجزء الخاص بالاصول الثابته. ايه هما؟ رقم واحد اللي هو اساس الاهلاك، ورقم اتنين الاصول المعنويه. ايه هو اساس الاهلاك وفقا للقانون؟ اساس الاهلاك هو القيمه الدفتريه لقيمه الاصل. يعني القيمة الدفترية، يعني بمعنى أصح قيمة الفاتورة الضريبية اللي أنت اشتريت بها الأصل أو اقتنيت الأصل، وبعد كده أيدتها في دفاتر اليومية والجرد عندك، فدي القيمة الدفترية لقيمة الأصل بتاعك. طيب في سؤال مهم جدا، إزاي في ساعات بيزيد أساس الإهلاك بتاعي؟ اساس الاهلاك بتاعك بيزيد هنشرحه بشكل عملي اكتر. ان انت مثلا لو عندك مكنه في المصنع والمكنه دي انت زودت قطعه جديده فيها زادت من عمر الانتاجي لقيمه الاله بتاعتك، ففي الحاله دي طبعا برضو مهم جدا ان احنا بنأكد ان الجزئيه دي ان يكون برضو شرى الجزئيه الخاصه بالماكينه ديت بفاتوره ضريبيه عشان يثبت الجزء اللي اشتراه. ما ينفعش ان انت ما تشتريش اي حاجه الا بفاتوره ضريبيه عشان يتم اثبات الاصل بتاعك، والا هيتم رد قيمه الاصل ده للاساس بتاعك ويعتبر من ضمن المبيعات بتاعتك، وهترجع لقيمه المبيعات تاني ومش هيتم خصمها. فمهم جدا وانت شغال ان انت تكون شغال بفواتير ضريبيه عشان تقدر تحسب الاهلاك بتاعك. نرجع تاني للجزئيه بتاعنا اللي احنا قلناها، ان احنا قلنا الاساس الاهلاك لو انت جبت جزء جديد في المكنه والجزء الجديد ده زود من قيمه الاله او قيمه عمرها الانتاجي او زود عدد ساعات تشغيل الاله، ففي الحاله دي ان انت ممكن ترفع قيمه الاله بالقيمه الجزء اللي انت ضفته، وعلى اساسه انت زودت اساس الاهلاك اللي انت هتشتغل عليه. الجزئيه الثانيه، امتى اساس الاهلاك بيقل؟ اساس الاهلاك بيقل بجزئيتين مهمين جدا. اول حاجه معانا بيتم عن طريق الاهلاك اللي انت بتعمله، سواء بقى كل فتره سواء ربع سنوي او سنوي على الاساس اللي انت بتشتغل عليه. بس احنا لو بنتكلم على الاقرار الضريبي بتاعنا بنتكلم على الاقرار الضريبي بنتكلم ان احنا بنتكلم بشكل سنوي. طيب انا لو بتكلم بشكل سنوي يبقى انا عن طريق الاهلاك السنوي اللي انا بعمله بقدر على اساسه ان انا قيمه او الاساس الاهلاك بتاعي. طيب او في جزئيه تانية اللي هي الجزئيه الخاصه في حاله بيع الاصل، وفي حاله بيع الاصل كله بالكامل، فانت كده قللت اساس الاهلاك لقيمه الاصول اللي انت شغال عليه. الجزئيه الثانيه اللي احنا عايزين نعرفها اللي احنا قلناها اللي هي الاصول المعنويه. ايه هي الاصول المعنويه طبقا للقانون الضريبي؟ ودي تعرفها في الماده 33 من اللائحه التنفيذيه، اللي هي بتقول ان الاصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الانتاج او لتوريد السلع او الخدمات او لتأجير للغير، زي التراخيص وحقوق الملكية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع، كل الحاجات دي تعتبر من ضمن الاصول المعنوية. نيجي بقى للجزئية المهمة هنا، وهي ازاي اعمل اهلاك للاصول الثابتة للجزئية، ودي هنلاقيها واضحة جدا في المادة رقم 25 من قانون 91 لسنة 2005. والنسب دي نسب ثابتة لازم تلتزم بيها وانت بتعمل الاقرار الضريبي بتاعك السنوي. مهم جدا ان انت تلتزم بالنسب اللي موجودة في القانون. رقم واحد، تكلفة شراء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وإهلاكاتها دي هتكون بنسبة 5%، وده عن كل فترة ضريبية. يعني بمعنى أصح لما تيجي تقدم إقرارك السنوي بتعمل الإقرار ده مرة واحدة.
طبعا هنا بنتكلم على الإقرار ضريبة الدخل اللي هو في نهاية السنة، سواء بقى كانت منشأة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو أي نوع من أنواع الشركات، أنت بتلتزم بالنسب دي في الإهلاك بتاعك. رقم 2 معانا 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شرائها، والأصول المعنوية احنا شرحناها جزئيتها في الأول، بما في ذلك شهرة النشاط، وده عن كل فترة ضريبية، وقلنا يعني ايه الفترة الضريبية. في عندنا فئتين برضو بيتم إهلاكهم على أساس الإهلاك. رقم ألف عندنا الحسابات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، دي بيتم إهلاكها بنسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. والمشرع عمل ده نتيجة التغييرات التكنولوجية الكبيرة اللي بتحصل في مجال تكنولوجيا المعلومات، فنتيجة ده خلى نسبة الإهلاك على أساس 50%، يعني بمعنى صح تهلكها في خلال سنتين عشان تقدر دايما تطور من جزئية الكمبيوترات والبرامج اللي بتشتغل بيها واللي بتعملها كل سنة. في عندنا رقم ب جميع الأصول الأخرى نسبتها 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. خدوا بالكم من جزئية مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، إن إهلاك الأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات وأي أصول غير قابلة للإهلاك بطبيعتها تعتبر من ضمن الأصول اللي أنت ما ينفعش إن أنت تعمل عليها إهلاك. فخد بالك من الجزئية دي، الأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات واي اصول على نفس المنوال او نفس الجزئيه دي انت ما ينفعش ان انت تعمل لها اهلاك زي الاهلاكات اللي احنا قلناها قبل كده، لان دي بطبيعتها ممكن ان هي تزيد كمان عن قيمتها مع الزياده، لان الارض والمجوهرات والحاجات اللي زي كده ما بيتمش اهلاكها. طبعا كل ده مهم جدا. هنيجي للجزئيه في الماده رقم 34 من اللائحه التنفيذيه من قانون ضريبه الدخل، واتكلمت على جزئيه هنشرحها مع بعض بالتفصيل دلوقتي. رقم 1 معانا عند حساب قيمة الأصل، عشان تقدر تحدد القيمة القابلة للإهلاك اللي هتعملها على الأصل، مهم جدا إن أول حاجة هتجيب قيمة مجموعة الأصول اللي هتكون قابلة للإهلاك زائد أي مشتريات أو إضافات لقيمة الأصول خلال العام، زي إيه؟ زي تكلفة نقل الأصل وتركيبه. طب أنا دلوقتي لو أنا بتكلم على مكنة في مصنع والمكنة دي بعمل لها صيانة دورية، هل أضيفها على قيمة الأصل؟ لا طبعا ما تضافش على قيمة الأصل، لأنها بتعتبر من ضمن مصاريف التشغيل اللي بيقوم بيها المصنع للحفاظ على عمر المكنة. طب لو أنا في أثناء القيام بالصيانة تم تركيب أجزاء كبيرة بالمكنة زي اللي احنا قلناها أول الفيديو، اللي هي الجزئية الخاصة بالتركيب جزئية كبيرة في المكنة، وقلنا على أساسها بنعيد تقييم أساس الإهلاك. في الحالة دي زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعيد تقييم الاصل بتاعنا وبنعمل على اساسه الاهلاك طبقا للجزئيه اللي تم اضافتها جديده. وطبعا في حاله الاصل تصرف في الاصل او الحصول على تعويضات بيتم تقليلها من قيمه الاصل القابل للاهلاك. يبقى في الحاله دي هتبقى المعادله قيمه الاصل القابل للاهلاك هيساوي مجموعة الأصول القابلة للإهلاك زائد الإضافات بتاعتنا خلال السنة ناقص الاستبعادات خلال السنة. طيب الرصيد الناتج المعادلة دي هيبقى ليه أكتر من وجهة، تعالوا نشوفه مع بعض. رقم 1، لو كان الرصيد الناتج بالسالب، في الحالة دي الجزء السالب بيتم إضافته إلى أرباح النشاط الخاص بالشركة أو المنشأة. طيب لو كان الرصيد الناتج قيمته 10,000 جنيه أو أقل، في الحالة دي بيعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم وبيتم ترحيله بالكامل على قائمة الدخل، وفي الحالة دي مش هنعمل إهلاك لأن احنا رحلنا القيمة كلها بالكامل على المصاريف واجبة الخصم. طيب لو كان الرصيد بقى أكتر من 10,000 جنيه، في الحالة دي بنعمل الإهلاك لقيمة الأصل على أساس المادة اللي احنا ذكرناها قبل كده، اللي هي المادة رقم 25 اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي فيها نسب الإهلاك اللي قلنا عليها، والباقي بيكون أساس الإهلاك للسنة التانية. يعني بمعنى صح انت لو عملت إهلاك لقيمة الأصل وتبقى المبلغ ده بتاخده للسنة اللي بعديها وبتحطه كأساس إهلاك وفقا للمعادلة اللي احنا قلناها مع بعض. مهم جدا بأي حال من الأحوال لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك اللي موجودة في المادة رقم 25 من القانون، وده لأغراض حساب الضريبة. رقم 3 معانا ودي جزئية مهمة جدا، في حالة شركة أهدت لشركة أخرى أصل من الأصول، هل أنا أقدر في الحالة دي
اعمل اهلاك للاصل مع اني ما دفعتش قيمته، وفقا للقانون الضريبي لا يجوز للشركه ان هي تعمل اهلاك للاصل ولا يطبق عليها المواد رقم 25 و26 و27 من القانون. في المادة 27 بقى من القانون 91 لسنة 2005 أعطى المشرع لصاحب المصنع أو خط الإنتاج إنه يعمل نسبة للإهلاك للأصل بقيمة 30% في أول فترة ضريبية فقط، سواء كان الآلات تم شرائها جديدة أو حتى مستعملة، ثم بعد ذلك بيحسب على الأساس الإهلاك بتاعه وبيكمل إهلاك الأصل. فخد بالك كويس أوي من الجزئية دي، اوعى تضيف 30% من قيمة الأصل وتعمله في أول فترة. اعمل ال 30% الأول وبعد كده كمل أساس الإهلاك بتاعك، بس بشرط مهم جدا في الجزئية دي، وهي إنه يكون ماسك دفاتر وحسابات منتظمة للشركة. يعني ايه الجزئية دي؟ احنا عندنا ممكن في الحساب الضريبي بنعمل جزئيتين، اما على اساس تقديري او اساس منتظم. التقديري اللي هو بيلتزم وفقا للتعليمات التنفيذية اللي طالعة من مصلحة الضرائب، اللي بتطلع بشكل دوري معاها، بتحط سواء نسب صافي ربح او نسب مجمل ربح على حسب التعليمات التنفيذية اللي طلعت، وبيحط رقم المبيعات وبيشتغل على النسب اللي وفقا للتعليمات التنفيذية. ده التقديري. التقديري ده مش من حقه انه يعمل اهلاك للاصل اللي هو ال 30%. انما المنتظم ده اللي هو ماسك دفاتر يوميه وجرد، زي مين؟ وده زي الشركات اللي ملزمه اصلا ان هي تكون شغاله منتظم، زي شركات الاموال، سواء شركه الشخص الواحد او شركه ذات المسؤوليه المحدوده او حتى الشركه المساهمه. الشركات دي ملزمة ان هي تكون منتظمة وماسكة دفاتر يومية وجرد. في الحالة دي من حقها ان هي تخصم نسبة ال 30% اللي يتكلم عليها القانون. وبكده نكون خلصنا الجزئية الخاصة بإهلاك الأصول الثابتة اللي احنا اتكلمنا عليها، ويعني ايه أساس الإهلاك ويعني ايه الأصول المعنوية. استنونا في فيديوهات تانية بإذن الله. بس في النهاية متنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم.